الوطن هو السكينة والطمأنينة والحب الحقيقي، فالانتماء له فخر واعتزاز ووسام على صدر كل الناس، وأقل ما يمكن أن يقدم له هو الدفاع عنه وقت الحاجة إليه. فإذا أصابه مكروه لا قدر الله وقف الجميع وقفة رجل واحد فداء لترابه. فالتصدي لأعدائه واجب وطني للحفاظ على استقراره وأمنه، ويكون ذلك بتقديم الأرواح لأجله. لا يكون فقط الدفاع عن الوطن بالجهاد في سبيله، بل أيضا يكون من خلال احترامه والمحافظة عليه من كل سوء. فمثلا المحافظة على نظافته شكل من أشكال الدفاع عنه، بالإضافة إلى احترام تاريخه وآثاره والحفاظ على الممتلكات العامة. كما أن العلم هو من أقوى أسلحة الدفاع، فإذا تعلم أبناء الوطن حافظوا على دراستهم، كان ذلك أثرا عظيما في نهضته وتقدمه وازدهاره بين جميع الدول. لا تنسوا الاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم تشجيعا لكم منا لكي نستمر إن شاء الله. وشكرا جزيلا لكم على حسن الإصغاء والاستماع.